دولة يتزوج نساؤها برجلان، نعم زوجان، بل يمكنها الزواج من 100 رجل أيضا وفي نفس الوقت، وكذلك رجالها فيمكنهم الزواج من 100 أو 200 امرأة. إنها أغرب دول العالم، أو بالأحرى ممالك العالم. لا يخافون الموت، بل إنهم يقدسونه ويحبونه ويرحبون به، فلم يعودوا يخافون أي شيء في العالم. فأصبحت هذه المملكة الصغيرة هي أكثر مملكة سعادة في العالم. يعيشون حياة بدائية جدا، ولا يملكون أي وسائل مواصلات ولا أي تكنولوجيا حديثة تعمل بالكهرباء، لتصبح أكثر مملكة عزلة في العالم كله. إنها مملكة السعادة، مملكة بوطان، أرض التنين التي لم يصلها ثلوث وقذارة البشر المرعبة. قوة جنسية مرعبة. تتواجد هذه الدولة على ارتفاع شاهق ومرعب، حرفيا تتواجد أعلى من السحب، على ارتفاع 7000 متر، أي ضعف برج خليفة 8 مرات على جبال الهيمالايا. فهم يستنشقون حرفيا أكثر هواء نقي في العالم كله، لا تشوبه شائبة. لذلك ستجد وجوههم ناضرة وصحتهم لا مثيل لها في العالم، وقوة جنسية وكأنهم ثيران مرعبة تتجاوز قوى 10 أشخاص طبيعيين. أغلى سيجارة في العالم. والغريب أن هذه الدولة هي أقل دولة في العالم كله في معدل التدخين، فهي تمنع التدخين في الأماكن العامة الخارجية والداخلية، ولا يمكنك التدخين إلا في منزلك. وأما سعر السجائر فباهظ جدا، وذلك بسبب منع بيعها واستيرادها، والسبيل الوحيد أن تأخذها من السياح الذين يأتون من الخارج. لذلك أصبح عدد المدخنين لا يتجاوز 200 شخص وسط 750 ألف مواطن. نعم كما نقول لك. ويأتي كل سائح ب100 سيجارة فقط، ويجب عليه دفع 10 دولارات للسيجارة الواحدة كضريبة لتلويث البيئة، حيث تعتبر الجزيرة محمية طبيعية. قتل حيوان جريمة مرعبة. في مملكة البوطان تعيش بها حيوانات على وشك الانقراض، وإذا قمت بإيذاء حيوان نادر أو قتله فستسجن لبقية حياتك. فعقوبة قتل الحيوانات النادرة أكثر من عقوبة قتل البشر، خوفا من انقراض هذه الحيوانات. طقوس الموت. عندما يموت أحدهم لن تجدهم يبكون ويصرخون، ولكن ستجدهم يحتفلون ويغنون ويعزفون ويرقصون بفرح شديد مثل فراعنة مصر. يعتقدون أن الموت هو سبيل أخير للانتقال للحياة الآخرة، حياة خالية من المشاكل والمرض وفتن الحياة. لذلك هم يقدسون الموت ويحبونه ولا يخافونه. تعدد الأزواج والزوجات. هناك يمكنك أن تتزوج من امرأة واحدة، والمرأة تتزوج من رجل واحد فقط، وذلك بشكل رسمي. ولكن لا مشكلة أن تتزوج زوجتك ب100 أو 200 رجل بشكل غير قانوني وتمارس معهم الجنس، بل أن القانون يحميهم ولا يعتبر هذا أصلا زنا أو خيانة. ولا يجوز للطرف الآخر الاعتراض على زواج شريكه أو ممارسة الجنس مع عدة شركاء. فهناك يتزوج الرجل بمرأة رسميا ترثه وتكون زوجته القانونية، ويتزوج بعدة نساء بشكل غير رسمي ليمارس الجنس معهم ويلهو ويخرج، ويمكن أن يتزوج من امرأة متزوجة. ونفس الشيء بالنسبة للنساء، فهي تتزوج رجلا رسميا وعدة رجال بشكل غير رسمي. ويقال أن هذا القانون وهذه العادات نشأت بسبب قواهم ورغبتهم الجنسية الشديدة والغريبة. اللحوم محرمة. إن تم إمساكك وأنت تأكل لحوم حيوان بري أو بحري فسيتم القبض عليك وسجنك من 3 ل10 سنوات، مع دفع غرامات طائلة، والذهاب لقطع حيوانات سواء من البقر أو الماعز والاعتذار لهم. وإن اقترب منك الحيوان ونظر إليك فسيتم تخفيف عقوبتك، وإن لم يفعل هذا ستزداد عقوبتك. فتخيل أن تسجن لأنك أكلت كبد بقر، فهم لا يأكلون اللحم، ويحرم في الدولة كل أكل اللحم. والمرعب أنه من الممكن أن ترى نمرا أو أسدا بشكل طبيعي أسفل منزلك، أو أنت في نزهة للخارج، ولكن لا تخاف،
فالنمور والأسود لا تهاجم البشر أبدا، وذلك بسبب أن الحيوانات المفترسة أصبحت صديقة للبشر. فستذهل حينما ترى طفلا لا يتجاوز 10، وحيوانه الأليف ليس قط أو كلب ولكنه نمر ضخم ومرعب. فالشعب هناك استطاع ترويض الحيوانات المفترسة هذا، فحتى الحيوانات أصبحت أخيرا سعيدة بحياتها وبقربها من البشر. فأهلا بك في مملكة بوطان.